اهلا ومرحبا بالساده المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم المفضل ضيف على بيت رمضان. النهارده عندنا ضيف قامه من قامات الهرم واحد الناس اللي احنا بنحتاج بيه وبنتعلم بيه. النهارده معانا ومعكم استاذ خالد سلام. اهلا وسهلا بحضرتك. شرفتنا ونورتنا وكل سنه وانت طيب. رمضان كريم عليكم وعلى الاسره كلها يا رب. الله يبارك فيك. في البدايه عايزين نعرف الساده المشاهدين مين هو الاستاذ خالد سلام. خير سلام كنت موظف في الرقابة الدولية وحاليا في المعاش وماسك أمين لجنة العمال والفلاحين في حزب حزب الوطن في قسم الهرم يعني. بعمل في العمل العام خدمات الناس ويعني كل حاجة بنقدر نعملها لأهالينا والناس بنعملها. شرفتنا ونورتنا وان شاء الله يا رب تكون يعني حلقه متميزه باذن الله. بداية ونسبة شهر رمضان كنت أعرف طيب برنامجنا بنحاول نستضيف ضيف ونتكلم معاه في الطقوس الداخلية لو محدش يعرفها. في البداية عايزين الناس تعرف الأستاذ خيري يومه عامل إزاي في رمضان؟ يعني إيه طقوس حركة رمضان؟ طقوس عربية في رمضان يعني بنعمل طبعا رمضان شهر عبادة وشهر خير وشهر القرآن. وهي طبعا الأيام كلها أيام قرآن وأيام خير طبعا، ولكن شهر رمضان بالذات بنتمسك بقصة الصلاة في مواعيدها وكل حاجة باستجابة في مواعيدها. اليوم بقى فيه ازاي طبعا طول ما مثلا في عبادة وصلاة ولا بعد مثلا على قبل الفطار بس بشتري حاجات كده بتاعت ربيع رمضان دخل قبل عيشة أو أي حاجة، وبعدين بنروح نفطر مع بعض أنا والأسرة كل يعني أنا وعيالي متجوزين بجيبهم يفطروا معايا. في طقوس معينة بتحب تعملها في رمضان ما تعملهاش أي يوم تاني؟ لا في عادة معينة بتحب تعملها؟ والله طبعا انا من هواة اكل الكنافه واعملها بالسمنه البلدي ونايف ني كده وبحب اكلها بصراحه، هي دي بفضل اعملها. لو قلنا في طبق معين للخيري ما تقدرش تستغنى عنه في رمضان، يعني طبق الصبرة مستحيل تستغنى عنه. هو طبعا الحاجات الدسمه لازم انت صايم ولازم تاكل حته لحمه وحته فرخه، لازم دي حاجه لازم حاجه اساسيه تبقى. بتميل الشربات السلطه والحاجات دي ولا؟ اكيد طبعا. الاستاذ خالد سلام ذكرى رمضان السنه دي عنده حركه ترى زادت ولا ترى يعني فقدت حد يعز عليك في رمضان ده ولا زادت عليك حفيد او طفل او زوج او؟ لا زادت طبعا ان انا ابني الثاني اتجوز وكلنا ان شاء الله باذن الله هنفطر مع بعض وفي يوم كده لاخواتي واهلي يعني حبايبي دول لازم نفطر يوم كلنا مع بعض عيالهم وهم وكله. لكن انا كمائده عندي في البيت لا زادت جواز ابني طبعا زادت بجد حفيده كده يعني هو ده. طيب خليني اقول لحضرتك يعني لو في حد في خصومه بينك وبينه او زعل اتصل بيك قبل رمضان بيوم او يوم رمضان وقال لحضرتك رمضان طيب انا عازمك على رمضان، يا ترى هتوافق ولا هترفض؟ لا اكيد ان شاء الله هوافق ومش راجل متابع بالكلام يعني هتوافق؟ هوافق طبعا واروح له حد بيته. تمام. فاستاذ خيري احنا طبعا الفتره دي بما ان حضرتك من العمال طب الوطن من الاحزاب القويه في البلد، عايزين بس نفتح سؤال صغير كده، يعني ايه اللي ممكن يعني ايه اللي بيفضل بيحضروا عشان مشكله الغلاء دي؟ لا هو من مستقبل الوطن طبعا هينزل دعم وهينزل عربيات لتخدم الناس ويعني باسعار مخفضه 30% ده تعليمات من السيد رئيس الوزراء، كانت تعليمات يعني تنزل 30% من على الاسعار الرمضانيه. ده بالنسبه للاسعار. بالنسبه لشنطه رمضان طبعا اكيد هيكون الناس وفي 30 او دولار في رمضان نتفرج على الناس كلها اللي هم مش قادرين ومش عارفين يعني يساعدوا نفسهم، فهديهم مساعدات من الحزب. حضرتك بتساعد الناس في الغرض ولا بتختص في الحالات العليا؟ لا انا عن نفسي انا دايما بخدم اهل بلد اولا شرط بره الحزب وداخل الحزب بعلاقاتي الشخصيه علاقاتي العامه بخدم اي حد. وبعدين بالنسبه يعني انا امين عمال وفلاحين ولكن بدي في المجال الطبي تمام التمام، اعرف يعني ليه علاقه قويه بالدكتور منصور ودي مستشفى الهرم، حالات كتير دخلت عنايه مركزه وحالات كتير يعني يعني شغال مع الناس. ربنا يجزيك خير. يعني لو اي حد محتاج اهل بلد اي خدمه
بدري الاستاذ خيري بتشوفه كل الليل قبل النهار، تليفوني مع كل الناس. ومش شرط اذا كان منضم الحزب او غيره. لا بره الحزب وغير الحزب انا خدام لاي حد. يعني يا جماعه رساله خير كمان بيقولها اهو، انا ابن بلدكم مستعد اساعد اي حد، اي حد محتاج اي حاجه يتواصل معاه، او لو ما عرفش يوصل معاه يتواصل معانا من خلال الصفحه بتاعتنا والقناه بتاعتنا، واحنا هنوصله بالخيري بحيث يبقى في تواصل بينه وبين الشخص اللي عنده خدمه. حضرتك يعني مستعد تكتب اي حد؟ اي حد. اي حد يا جماعه. مجال الطب كمان. من الخير اي تصريح اي خدمه عايزها. واي حاجه في تامينات الهرم برضه كانت تحتها. بس هو مستعد يخدم الناس كلها يا جماعه، عشان الناس اللي بتقول ان في احزاب ما بتشتغلش، لا يا جماعه الاشخاص هو المرتين بيشتغلوا، اذا كان جميل لحزب او غير حزب هو مستعد يساعد ويساهم لخدمه الناس. استاذنا في عندنا عايز حضرتك تبلغ رساله لحد معين انت زعلان منه، بتقول له انا سامحتك عشان رمضان كريم، او بتقول لحد انا اسف سامحني رمضان كريم. والله انا طبعا الحمد لله اخطائي بسيطه جدا، واذا كنت اخطات في حد انا متاسف ورمضان كريم والمسامح كريم، ولكن لو انا زعلان من حد لا انا مسامح اي حد. اي شخص انا مسامح. الخير يا جماعه بقول لكم رمضان كريم ونسامح بعض، لو في حد زعلان من حد نبدا صفحه جديده وخيركم ما بدا بالسلم، يعني المقولي ولي شايف قدام حلقتنا اي حد يا جماعه مشترك اتصل بيه انت زعلان منه وابدا ببادره السلم. عايزين حضرتك تقول لنا موقف حصل لك تتذكر التاريخ ماشي بتتذكر موقف حصل لك في رمضان عمرك. لا هو موقف رمضان يعني مش موقف طريف او زعلك او برضه حاجه عمرك ما هتنساها حصلت في رمضان. انا دايما احب بحتفل برمضان كويس جدا في بيتي وبدينا وبجيب رمضان شهر كريم بجيبه كويس جدا، وعيالي ويعني دايما يفرحوا ويعلقوا فينا في البيت وفي الشارع كل الحاجات دي. لو قلنا الخير عندنا مائدة في رمضان طبعا عايزين حضرتك طبعا صحابك وقرابك كتير، بس عايزين نقول لك اعمل لنا مائدة واقدم عليها 5 اشخاص عايزين يعني حاجات كتير يعني ولكن ما نذكر اسماء يعني في ناس ممكن تزعل. لا عايزين اقرب 5 حضرتك. اقرب 5 في ناس كتير حبايبي يعني اتفضل مين اقرب 5 ياخدوا عايزين يكونوا البيت والاسره يعني اقرب 5 كتير. المهندس محمد حسين والامين حسن القاوي حسن فايز ويعني كل اي حد من الحبايب، المهندس شبيب جلال وناس كتير الحمد لله الواحد علاقته بيها كويسه ودايما متواجدين معايا. هتدعوا دول اقرب ناس يقربوا معاك ان شاء الله. عايزين النهارده يعني ننفرد، احنا بنجيب كل ضيف لنا انفراد، احنا عايزين من خلالك ننفرد بحاجه سر محدش يعرفه غير نفسه او تصريح انت عايز تقوله ومفيش حد يقوله. لا والله انا عايز اقول ان انا خدام لاهل بلدي. نمره واحد صحه تامينات يعني اقدر اساعد فيها قرارات كل ده الحمد لله بره الحزب وجوه الحزب انا بعمل. مفيش سر محدش يعرفه. لا والله عشان انا على الملأ مبسوط. يعني مفيش حاجه عايز او مفيش مثلا حاجه بتفكروها في كتاب الحزب او في كتاب حاجه شخصيه مبادره بتجهزوها محدش يعرفها تعلنها حركه الناس. لا هو ان شاء الله في خير للناس، ولكن بالتحديد ايه هو امبارح انا كنت في اجتماع في الحزب وقالوا في خير جاي للناس ولكن ما اصحوش عنه، وان شاء الله في خير جاي قبل رمضان. في خير ان شاء الله الفتره الجايه دي باذن الله. قبل رمضان بالذات ان شاء الله. استاذنا عايزين حضرتك يعني توجه رساله للشباب اللي حابين يشتغلوا في عمل العلم او في السياسه او تنصحهم بايه؟ والله احنا نقدر نقول ان الناس يعني على الاقل الشباب لما بيتضموا، على الاقل الشباب لما بيتضموا يعني بيبقى بعيد عن الشارع وبعيد عن المخدرات وبعيد عن على الاقل بيقعد مع ناس كبيره وناس محترمه بيعرف كل حاجه. حضرتك تأيد ان الشباب تنضم؟ طبعا اكيد بدون المية نعمل دورات رمضانيه ويبقى فيها الشباب والكلام ده كله، لازم الاحزاب مش تقبل الوطن بس في احزاب كتير بتحتوي الشباب، وان الرئيس نفسه يعني بيرحب بفكره الشباب. يعني الاستاذ خير يا جماعه بنقول الشباب انضموا الاحزاب ليها فوائد، مش كلها بتبقى فوائد زي ما انتم متخيلين كده، لا بيعملوا دورات بيعملوا حلقات ثقافيه بيدربوهم. طبعا تنفيذ لكلامنا من قريب ان عايزين نعمل كوادر شبابيه تفيد البلد.
عايزين حضرتك تجاوبنا على سؤال انا ما اتحطيش حضرتك، انت كنت تتمنى ان انا اساله لك بس انا ما سالتوش وانت عايز تقوله وتقول ده. يعني ما فيش حاجة الحمد لله. يعني أنا بشكرك وبشكر القناة وبشكر الناس وبقول للناس كلها كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم ويعني ربنا يكون مع الناس كلها في اليمن اللي احنا موجودين فيهم دول ونقدر نساعد فيهم. الله يخليك، شرفتنا ونورتنا وكانت حلقه متميزه. كل سنه وانتم طيبين. في نهايه حلقتنا بحب اشكر الاستاذ خيري وبحب اشكر المشاهدين. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده من برنامج الضيف على قناه رمضان. معكم تقديم ابراهيم المصري واخراج حسن سعيد. الى اللقاء ان شاء الله.